عبد الجبار المدوري، روائي تونسي، أكتب الرواية السياسية. نشرت إلى حد الآن 3 روايات. الرواية الأولى بعنوان رغم أنفك، الرواية الثانية بعنوان تحت الرماد، والرواية الثالثة بعنوان أحلام هربة. بالنسبة للمواضيع التي تناولها في روايتي هي مواضيع سياسية تتعلق بالشأن العام وبالموقف من السلطة السياسية. والفترة التي كتبت فيها رواياتي هي الممتدة من بداية التسعينات إلى أواسط الألفية الحالية، 2004 2005. لدي أيضا مجموعة قصصية بصدد النشر. لم يكن من الممكن نشر رواياتي في عهد بن علي باعتبار أنها تتعرض للوضع السياسي بجرأة غير مسبوقة في الحقيقة، فاضطررت لنشرها في السرية وباسم مستعار للهروب من الإفلات من الرقابة وللتمكن، باعتباره لم يكن من الممكن نشرها خارج هذا الإطار، وقد لقبت بسبب ذلك بالكاتب الفلاك. أنا أيضا مناضل سياسي في حزب العمال، وأتولى الآن رئاسة تحرير الجريدة الناطقة باسمه، وأنا عضو القيادة الوطنية لهذا الحزب أيضا. أنا أيضا عضو الرابطة التونسية، رابطة الكتاب الأحرار، التي تضم عددا من الكتاب التونسيين الأحرار. تعرضت للسجن والتعذيب عديد المرات، ابتداء في عهد بورقيبة وكذلك في عهد بن علي. في عهد بورقيبة دخلت السجن وأنا تلميذ في أواخر سنة 87، أي أشهر قليلة قبل سقوط بورقيبة ومجيء بن علي، وتعرضت كذلك للملاحقة وإلى الحرمان من أبسط حقوقي السياسية والاجتماعية، حرمت من الشغل، من جواز السفر، وكل ما اهتمامي بالرواية السياسية هو بالطبع نتيجة الوضع السياسي الذي عرفته تونس في الفترة التي كتبت فيها جميع رواياتي. هذا الوضع الذي لا يخفى على أحد أنه من أحرك الفترات التي عرفتها تونس، خاصة في مجال الحريات. كان نظاما ديكتاتوريا بوليسيا لا يسمح بحرية الرأي والتعبير حتى في مجالات محدودة. هذا الواقع هو الذي جعلني أهتم بالواقع السياسي وأكتب الرواية السياسية، لأنه أنا نعتبر أن الأدب هو مقاومة للديكتاتورية والاستبداد والمساهمة. يعني الأديب لابد وأن يساهم إلى جانب القوى السياسية وقوى المجتمع المدني من أجل مقاومة الاستبداد ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي في تونس. الرواية الأولى طبعا كتبتها مباشرة بعد خروجي من السجن، وكانت غايتي في ذلك هي تصوير الواقع الذي يعيشه السجناء في تونس، وخاصة المساجين السياسيين. كنت في الحقيقة اطلعت على، وما جعلني أهتم بهذا الموضوع هو أنه الروايات التي كتبت فيما سبق لم تتعرض إلى واقع السجون في عهد بن علي، وإنما تعرضت إلى واقع السجون في عهد بورقيبة، ولكني أردت أن أتعرض إلى واقع السجون في عهد بن علي، والذي ازداد سوءا عما كان عليه. فكتبت روايتي الأولى رغم أنفك مباشرة مثل ما قلت بعد خروجي من السجن، وتعرضت فيه إلى واقع المساجين وما يعانونه من اكتظاظ، من عدم رعاية صحية، من تعذيب، وصورت السجن بطريقة دقيقة، واستعملت حتى العبارات والمصطلحات التي يتداولها المساجين في ذلك الوقت، مثل الآرية والباكية والسيلون والكبران آرية، ومعجم كامل من المصطلحات التي يستعملها المساجين، وصورت فيها واقع السجون بجرأة غير مسبوقة. استعملت الأسماء كما هي، لم ألجأ كثيرا إلى الرمزية، لم ألجأ كثيرا إلى استعارة الأسماء. سميت تونس باسمها، سميت نظام بن علي باسمه، سميت الجلادين وأشرت إليها أحيانا بأوصافهم، هم تونسيون موجودون في وزارة الداخلية، موجودون في مراكز التعذيب. ومن خلال هذه الرواية معناها في الرواية الأولى صورت معناها. أما في الرواية الثانية
الرواية الثانية التي كتبتها سنة 1998 فقد تعرضت فيها إلى ما يعانيه ما تعانيه تعرضت فيها إلى ما تعانيه عائلات المساجين، خاصة المساجين السياسيين، من مشقة في العناية بمساجينهم، مثل إيصال القفة، مثل إيصال الزيارة وغير ذلك، وأن العائلة تضطر إلى خسارة أحد أبنائها أو أحد العائلين لها. وقد صورت هذا الواقع من خلال التعرض إلى ابنة صغيرة اسمها حنان، عمرها 12 سنة، سجن والدها وبقيت بدون سند عائلي، وأمها فقيرة تشتغل كعاملة يومية. وتعرضت كيف هذه الأم تجد مشقة كبيرة في إيصال القفة إلى زوجها وفي المطالبة بإطلاق سراحه، ونظرة الجيران إلى هذه العائلة وكيف ينظرون يتجنبون الاختلاط بها، باعتبار أن النظام بن علي في ذلك الوقت لم يكن يعاقب السجين فحسب، وإنما يعاقب عائلته كذلك، ويعاقب حتى الجيران الذين لهم علاقة به في إطار العقاب الجماعي الذي عرف به نظام بن علي الاستبدادي. الرواية الثالثة والتي أعتبرها ربما موضوعها وفريد من نوعه في الرواية التونسية هي تعرضت إلى تجربة السرية، بمعنى أنه عندما يضطر المناضل إلى الطوارئ عن الأنظار بسبب ملاحقته من طرف البوليس السياسي في قضية سياسية. وهذه الرواية كغيرها من الروايات الأخرى هي عصارة تجربة ذاتية عشتها ابتداء من سنة 1998، عندما وجدت نفسي ملاحقا من طرف النظام البوليسي لبن علي في قضية سياسية وحكمت فيها غيابيا ب9 سنوات و3 أشهر، فاضطررت للطوارئ عن الأنظار. وهذه التجربة هي التي جعلتني أكتب هذه الرواية، وقد تعرضت فيها إلى هذه التجربة من جميع النواحي، بما في ذلك الجوانب النفسية والاجتماعية، وما يشعر به المناضل وهو يمر بهذه التجربة من ضيق ومن معاناة ومن شوق إلى عائلته ومن خوف على من يقومون بإخفائه. باختصار أنه رواية أحلام هاربة هي تصور تجربة أعتبرها فريدة من نوعها في تونس، ولم يقع التعرض إليها من قبل في علاقة بالرواية التونسية، وهي تجربة السرية، وفيها شهادات حية عما تعرض له الموقوفون في القضايا السياسية من قمع ومن تعذيب ومن هرسلة وما إلى ذلك. وهي رواية تعتبر كبيرة نسبيا بالمقارنة مع الروايات الأخرى، جاءت في 450 صفحة تقريبا من الحجم المتوسط. طبعا كل رواياتي هي عصارة تجربة ذاتية، هي ليست سيرة ذاتية، وإنما أستمد كتاباتي من تجربتي الخاصة في مجال النضال السياسي. وفي كل رواية تجد بصمات النضال السياسي من خلال تجربتي الخاصة موجودة في كامل رواياتي. وأنا عموما لا أكتب إلا ما أراه أو أسمعه أو أعيشه، بالطبيعة إضافة شيء من الخيال للرواية. فمثلا في رواية رغم أنفك كتبتها مباشرة بعد خروجي من السجن، وهي تعكس تجربة ذاتية. نفس الشيء بالنسبة لي تحت الرماد، وهي التي تتعرض أيضا لمعاناة عائلات المساجين السياسيين، أيضا هي نتيجة تجربة ذاتية، لأني عشت في السجن واستمعت إلى عائلات المساجين كيف يتحدثون عن المعاناة التي يجدها عائلاتهم من أجل إيصال القفة ومن أجل العناية بهم، خاصة وأن النظام بن علي كان يعمد إلى معاقبة عائلات المساجين أيضا بإبعاد، مثلا عندما يكون السجين السياسي من بنزرت يقع ترحيله إلى سجن في أقصى الجنوب، سجن حربوم مثلا، أو سجن القصرين في الهوارب، لمزيد التنكيل بالعائلات نتاع عائلات المساجين السياسيين. كل هذا موجود في
في رواية تحت الرماد. أيضا بالنسبة لرواية أحلام هاربة، هي أيضا نتيجة تجربة ذاتية عشتها شخصيا. هذا لا يعني أن روايتي هي سيرة ذاتية، هي ليست سيرة ذاتية، هي رواية تجد فيها كل مقومات الرواية: الحوار، الخيال، الاستباق، الاسترجاع، كل المقومات نتاع الرواية موجودة في روايتي. أستعين بتجربتي الشخصية وأضيف إليها شيئا من الخيال حتى تكون هذه التجربة في إخراج روائي وفني يعتمد التشويق ويعتمد الإثارة في بعض المسائل، مع التركيز أيضا على الهدف الذي دائما أصبو إليه، وهو أولا التشهير بالنظام الدكتاتوري اللي بن عليه، والمساهمة أيضا في النضال من أجل الحرية ومن أجل الكرامة ومن أجل الديمقراطية إلى جانب القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في تونس. هناك تشابه بين رواية رغم أنفك وبين رواية شرق المتوسط، خاصة من حيث الموضوع، فكلا الروايتين يتناولان موضوع السجن والتعذيب والتنكيل، وهما يندرجان أيضا ضمن الرواية السياسية. لكن ربما ما يميز رغم أنفك عن شرق المتوسط هو أن رغم أنفك هي رواية تونسية لحما ودما، في حين أن شرق المتوسط عندما تقرأها لا يمكن تصنيفها بسرعة، بمعنى ليس من السهل بأن تقول هذه الرواية مثلا سورية أو عراقية أو سودانية أو سعودية وغير ذلك. هي رواية ربما تعرضت إلى مسألة التعذيب وإلى مسألة السجن بصفة عامة، في حين أن رواية رغم أنفك هي رواية تونسية لحما ودما من البداية إلى النهاية. وأنا في الحقيقة قصدت ذلك بغاية مزيد التشهير بالنظام التونسي، كان هدفي هو التشهير بالنظام التونسي الدكتاتوري، وكتابة رواية تونسية لحما ودما من حيث الشخصيات، من حيث الموضوع، من حيث الأماكن، من حيث الموضوع. أيضا في هذه الرواية نتحدث عن السجن التونسي، يعني السجن التونسي في لحظة في مكان معين وفي لحظة تاريخية معينة. نحن نتحدث في رغم أنفك عن السجن، سجون بن علي في أواسط التسعينات، وتحديدا في السجون التونسية، سجن المرناجية، مش سجن 9 أفريل بتونس، سجون بنزرت، السجون المعروفة معناها في تونس باكتظاظها، بسوء معاملة المساجين فيها. هذا ربما ما يميز الرواية، يعني رواية شرق المتوسط. هو بصفة عامة الرواية السياسية دائما تكون في تعارض مع السلطة القائمة، لأنها تذهب مباشرة إلى إدانة النظام وإلى التشهير به وإلى محاولة تغييره. لكن لا يجب أن ننسى أن هناك روايات أخرى تناولت الموضوع السياسي من وجهة نظر انتهازية، بمعنى أن الكاتب يسعى إلى تزيين صورة الحاكم وإعطاء صورة مغالطة عليه من أجل التقرب إليه ومن أجل الفوز ببعض الامتيازات. وأنا أعطيك مثالا أن هناك بعض الروايات التونسية التي كتبت عن السجون والتي لا أريد أن أذكر عناوينها كانت توزع علينا كمساجين سياسيين داخل السجون التونسية، لأنه فيها نبرة انهزامية وفيها نوع من الندم، وكان المناضل بعد القيام بهذه التجربة ندم وعاد إلى الصواب ورأى أن هذه التجربة كانت فاشلة وأنه كان مخطئا وما عليه الآن سوى الرجوع إلى الصواب وما غير ذلك. هذه الروايات وإن اندرجت ضمن الرواية السياسية إلا أنها روايات تعتبر روايات معناها انتهازية، روايات تخدم الأنظمة الدكتاتورية، تخدم الأنظمة الاستبدادية، حتى وإن بدأ ضمنيا وكأنها معارضة من خلال التشهير بالتعذيب، ولكن يصورون هذا التعذيب وكأنه ربما شيئا ضروريا من أجل القضاء على الإرهاب ومن أجل إعادة الهدوء إلى البلاد وما إلى ذلك. فالحقيقة لهذا السبب ربما أنا أكره كلمة أدب السجون،
لا أحبذ هذا التصنيف. أنا لا أعتبر أن ما أكتبه هو يتنزل ضمن أدب السجون. أنا تعجبني أن يصنف داخل أدب المقاومة والصمود، حتى يقع الفرز بين ما كتب داخل منظومة المقاومة والصمود ومن أجل رغبة نحو التغيير ونحو القضاء على الاستبداد، ومن أجل تبني قضايا الشعب وإقامة نظام ديمقراطي شعبي على أنقاض النظام الدكتاتوري الاستبدادي، وبين الكتابات التي حاولت تلميع صورة النظام وإطالة عمره وإعطاء صورة مغالطة عليه من أجل المحافظة عليه.